بما ان دي قناه رحراحه ما تيجي افتح لكم قلبي. الشهاده للحق انا طول عمري طويله، يعني وانا في ابتدائي كده كنت اطول واحده في الفصل كله، في العيله وفي صحابنا وفي كل الناس. يمكن انا دلوقتي طولي طبيعي، بس زمان لما كنت صغيره ما كانش طولي طبيعي. كان المدرسين يدخلوا يتعفرطوا لما يلاقوني قاعده في الديسك اللي قدام. يا بنتي انت اللي قاعدك في الديسك اللي قدام، اقول لهم معلش اصلا انا مش عارفه اشوف كويس، وانا اصلا ما كانتش حجه، الحمد لله كان نظري كويس. طب ما ترجعي ورا. انا ما كنتش بحب اقعد علشان ورا، يعني علشان الدوشه والصداع، وكان زمان اللي بيقعد ورا بيبقى ده البليد. المهم يعني، والحقيقه ان الموضوع ده ما انتهاش عند كوني كنت في ابتدائي بس يعني اعدادي ثانوي، لحد لما ايقنت ان الطول ده نقمه مش نعمه. بقيت اتضايق من طولي واتكسف من طولي، وما احبش ابدا اكون في اي مكان فيه ناس قصيرين عشان ما اضطرش اعمل كده اهو. لا، انا عايزه اقعد براحتي، عايزه اقف براحتي. كنتش بحب ابدا اتواجد مع حد قصير، لدرجه ان الموضوع ده سبب لي فيما بعد نوع من انواع مش رهاب. انا عمري ما كان عندي رهاب، بس قرفه. بقيتش احب اقعد مع حد قصير، الى ان كبرت مثلا وبقيت عندي حوالي 16 سنه. ايه بقى اللي اتغير يا رنا وانت عندك 16 سنه؟ يعني ايه اللي حصل يا ترى؟ او يمكن يعني 17، مش فاكره على حسب، بس اعتقد هو كان 17، لان كان الموضوع بدأ بقى يظهر بصوره اوضح، الا وهو متطلبات السوق في العرايس. يعني من 2006 2007 مثلا السوق عايز كتالوج للعروسه اللي الرجاله كلهم حاطين مواصفات عليها، اللي هو كل ما تسال حد ايه مواصفات فتاة احلامك يقول لك طويله وبيضه، واي حاجه بقى ايه حطها في السطر. ايوه يعني مخلصه كليه ايه؟ طويله وبيضه، وبعدين نشوف الكليه يعني ترتيبها كام في الاسره، طويله وبيضه وبعدين نشوف ترتيبها الكام. طب دي ما بتعرفش تطبخ، مش مهم، طويله وبيضه هعلمها انا الطبخ. الموضوع بصراحه كان مستفز جدا، اللي هو يعني انت كل مواصفات فتاة احلامك في الشكل بس، يعني طويله وبيضه بس، مفيش اي حاجه تانية خالص. لا، والناس اللي حوالين الرجاله دي بيأيدوهم بشده. حقه يختار البنت اللي هو عايزها، اللي هيتجوزها ولا هيتعيش معاه في بيت واحد، حقه. امال ايه؟ تعالي انت بقى يا حزينه لما يتقدم لك واحد مفهوش نص في المية من اللي انت عايزاه، وتقولي لا انا مش عايزاه علشان مفهوش اي حاجه من اللي انا كان نفسي فيها. بتتنصب لك المحاكم ويتقال عليكي مش عايزه تعيش، مش عايزه تتجوز، بتتأمر، بتتقنعر، بتعمل وتسوي من غير اي سبب. طب مش هو نفس اللي خلى الراجل يختار طويله وبيضه بغض النظر عن كل حاجه؟ هو اللي خلاها تختار راجل تبقى متقبله شكله، على الاقل متقبله الوش اللي هتبص له وتصطبح بيه. لا يا بنتي، ما هو ما دام عنده شقه وعربيه، ولا حتى اذا كان عنده شقه ايجار، مش حتى شقه وعربيه، انت كده كويسه قوي، بوسي ايدك وش وظهر. ولو قلتي لا يبقى انت بتتبطري وهتقعدي لغايه 50 سنه ما تتجوزيش ومحدش هيبص في خلقتك. حقيقه مجتمع غريب جدا، معاييره متغيره، مفيش معايير اصلا. معظم الوقت الاحقيه للرجاله في كل حاجه، في ابسط الحقوق الشرعيه الاحقيه ليه. مش بقولك اقعدي اتأمري واختاري وافرزي العرسان، بس على الاقل خليك عارفه ان في حاجه اسمها حقوقي في اختيار الزوج. مش معنى ان هو مجتمعيا حد كويس وماليا او ماديا حد ممكن يحتذى بيه يبقى انا بالطبع لازم اوافق. لا، حتى الاسلام قال لنا ان عندنا شروط علشان اتجوز: التكافؤ والقبول، واكيد طبعا الدين والاخلاق، لكن شرطين التكافؤ والقبول ده مهمين جدا، وعلى اساسهم بتقوم الزيجه. لاحظتوا ان انا قلت السيجه مش الزيجه، صح؟ مش عارفه حرف الزين ولا الزين ده ماله معايا، حتى انا مش عارفه اقوله صح. الخلاصه يعني اوعي حد يضحك عليكي ويقولك علشان انت ملتزمه او حتى غير ملتزمه والشخص اللي قدامك ده شخص بمعايير المجتمع شخص كامل، يبقى لازم تكوني موافقه عليه وتبصمي بالعشره. معاييرك انت فين؟ وبرده مش هنحط معايير تعجيزيه علشان ما نبرش. احنا عايزين نجوز البنات، بس يتجوزوا اللي هم يرتضوه ويقبلوه ويحبوا على الاقل يبصوا في شكله.